هل عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتكسب أقل منك لكن شكلهم دايما مرتاحين، وفي ناس تانية رغم إنهم أغنى بكتير عايشين في توتر وخوف مستمر؟ الحقيقة إن الفارق مش في كمية الفلوس، لكن في طريقة التفكير، في العلاقة النفسية اللي بنبنيها مع المال من غير ما نحس. النهاردة هنغوص سوا في واحد من أعمق الكتب اللي اتكلمت عن الموضوع ده. سيكولوجية المال The Psychology of Money للكاتب مورجان هاوزل. كتاب بيكشف لك إن الثراء مش رقم في البنك، الثراء الحقيقي هو راحة بالك، هو إنك تكون عارف إمتى تقول كفاية. والثروة هي ما لا تراه، هي القرارات الصغيرة اللي بتخليك حر مش أسير للمال. قبل ما نبدأ الرحلة دي، لو بتحب المحتوى اللي بيديك خلاصة الكتب بأسلوب بسيط وعملي، اشترك دلوقتي في قناة الكتاب في كبسولة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كل فيديو هنا ممكن يغير طريقة تفكيرك في حياتك خطوة بخطوة. دلوقتي خليك معايا، لأن الرحلة دي مش مجرد ملخص، دي مرآة هتشوف فيها نفسك وطريقتك في التفكير في الفلوس، ويمكن كمان تغيرها للأبد. قبل ما نفهم سيكولوجية المال، لازم نعرف إن المال مش مجرد أرقام في حساب، ده انعكاس لطريقتنا في التفكير ومواقفنا وقت الخطر والطمع والخوف. الكاتب مورجان هاوزل بيبدأ الكتاب ب3 قصص حقيقية، كل واحدة منهم بتكشف زاوية مختلفة في علاقتنا بالفلوس. القصة الأولى، ريتشارد فوسكون. كان في راجل اسمه ريتشارد فوسكون، مدير كبير في بنك ميريل لينش في أمريكا. اتعلم في أرقى الجامعات وكان شايف نفسه عبقري في المال، ومع كل ترقية كان يزيد مستوى معيشته، بيت أكبر، عربيات أكتر، وحياة كلها مظاهر. لكن لما جات الأزمة المالية سنة 2008 اتكشفت الحقيقة. فوسكون غرق في ديون ضخمة واضطر يبيع كل حاجة تقريبا، لحد ما فقد بيته الفخم اللي كان بيعتبره رمز نجاحه. الغنى الحقيقي مش في كم تملك، لكن في قدرتك إنك تعيش من غير ما تحتاج أكتر. القصة دي بتفكرنا إن الذكاء المالي مش معناه إنك تكسب أكتر، لكن إنك تعرف إمتى تقف. القصة التانية، المدير المتهور. الكاتب بيحكي كمان عن مدير في شركة استثمار كبيرة، كان بيكسب ملايين كل سنة، بس كان طماع. كل مرة يحقق نجاح يضاعف المخاطرة أكتر وأكتر، كأنه بيحاول يسبق الكل في سباق ما بينتهيش. وفي لحظة واحدة قرار واحد غلط خسره كل اللي بناه في سنين. المال يكسب بالعقل، لكن يفقد حين يسيطر الغرور. الراجل ده كان فاكر إنه لا يهزم، بس اللي غلبه مش السوق، اللي غلبه كان نفسه. القصة التالتة، رونالد ريد. وهنا بقى المفاجأة، راجل بسيط جدا اسمه رونالد ريد. كان بيشتغل عامل في بنزينة وبعدها حارس في مدرسة. مفيش حد في منطقته كان متخيله غني، بس لما مات الناس اكتشفت إنه سايب ورا منه أكتر من 8 مليون دولار. إزاي؟ كان بيعيش ببساطة شديدة، بيصرف بحكمة، وبيستثمر جزء بسيط بانتظام على مدى عشرات السنين. مفيش مغامرات، مفيش طمع، بس صبر وانضباط. رونالد كان مثال حي إن الثراء مش محتاج عبقرية، هو محتاج استمرارية وهدوء وصبر. 3 قصص، 3 عقول بتفكر في الفلوس بطريقة مختلفة تماما. واحد كان عبقري وقع، واحد كان ناجح وغره الطموح الزايد، وواحد بسيط جدا بس سبقهم كلهم في النهاية. وهنا بيبدأ مورجان هاوزل يوجهنا لأعمق فكرة في الكتاب، إنك ممكن تكون ذكي جدا، لكن لو ما فهمتش نفسك، ذكائك مش هينقذك. أكبر خطر على أموالك هو سلوكك مش السوق. الجزء الثاني، الحظ والمخاطرة. الكاتب بيبدأ يقول لنا حاجة بسيطة بس قوية جدا: لا أحد مجنون عندما يتعلق الأمر بالمال. يمكن الكلمة دي تبان غريبة في الأول، بس خليني أوضح لك. اللي بيصرف كتير مش دايما متهور، واللي بيخاف يستثمر مش دايما جبان. كل واحد فينا بيتصرف مع الفلوس بناء على تجاربه السابقة، اللي عاشه واللي شافه واللي اتأثر بيه من صغره. يعني مثلا اللي اتربى في بيت شاف فقر شديد، طبيعي جدا يبقى عنده خوف مبالغ فيه من مخاطرة. واللي شاف أهله يخسروا شغلهم فجأة ممكن يعيش حياته كلها بيدور على الأمان. وفي المقابل اللي اتولد في بيت مستقر ومشافش أزمات مالية ممكن يغامر بسهولة أكتر. هاوسل بيقول إننا لازم نبطل نحكم على تصرفات الناس من منظورنا إحنا،
لأن كل واحد شايف العالم من نافذة مختلفة. وده معناه إن قراراتنا المالية مش دايما منطقية، لكنها إنسانية جدا. هاوسل بيحذرنا من إننا نحكم على نجاح أو فشل أي حد من غير ما نحسب عنصر الحظ. في ناس بتعمل كل حاجة صح وبرضه ما توصلش، وفي ناس بتعمل حاجات غلط بس الحظ يقف في صفها. الكاتب بيضرب مثال مشهور جدا، قصة بيل جيتس. الكل يعرفه كمؤسس مايكروسوفت وأحد أغنى رجال العالم، لكن القليل يعرف إن بيل كان في واحدة من قلة قليلة جدا من المدارس اللي عندها جهاز كمبيوتر في السبعينات، وكانت دي فرصة نادرة جدا في الوقت ده. لو ما كانتش الفرصة دي حصلت، ممكن التاريخ كله كان يتغير. نجاح لا يمكن تفسيره دون الاعتراف بالحظ، والفشل لا يمكن فهمه دون الاعتراف بالمخاطرة. نفس الشيء بينطبق على الجانب التاني، في ناس بتخسر مش لأنها غبية، لكن إن الحظ وقف ضدهم في الوقت الغلط. زي مثلا المستثمر بيل جروس اللي كان عبقري في مجاله، لكنه في لحظة واحدة بسبب قرار صغير ضاع جزء كبير من سمعته وثروته. الكاتب بيقولك ما تبصش للنجاح أو الفشل كنهاية القصة، بص على السلوك المستمر اللي وراهم، لأن النجاح الحقيقي مش في ضربة حظ، لكن في الاستمرار في اتخاذ قرارات سليمة على المدى الطويل. وهنا بيجي درس مهم جدا، ابعد عن المقارنة. كل واحد فينا عنده حظ مختلف، ظروف مختلفة، مخاطر مختلفة. لما تبص على نجاح غيرك وتحاول تقلده بالحرف، انت بتقلد نتيجة مش رحلة. الكاتب بيقول ما تخلطش بين الحظ والمهارة، لأن ده أخطر لبس ممكن يدمر قراراتك. وده بينقلنا لفكرة تانية مهمة، التركيز على التحكم فيما تقدر عليه، مش مطاردة اللي بره سيطرتك. المال دايما هيكون فيه عنصر حظ، بس سلوكك وصبرك وطريقتك في التفكير هي دي الحاجات اللي فعلا تحت إيدك. في نهاية الجزء ده الكاتب بيحاول يزرع جوانا إحساس بالهدوء والاتزان. عايز يقولك إنك مش لازم تكون الأفضل في كل حاجة، ولا لازم تكسب دايما. النجاح مش سباق سرعة، هو سباق صبر. في عالم المال لا تحتاج أن تكون خارقا، يكفي أن تكون منطقيا. الفلوس مش اختبار ذكاء، هي اختبار ضبط نفس، ولو قدرت تفهم نفسك وتتحكم في مشاعرك فأنت كده قطعت نص الطريق فعلا. الجزء الثالث، القناعة ومفهوم كفاية. الفلوس ممكن تشتري حاجات كتير، بس عمرها ما هتشتري راحة البال، وده يمكن أول درس حقيقي في سيكولوجية المال. الكاتب بيقول الغني مش هو اللي عنده أكتر، الغني هو اللي محتاج أقل. المشكلة إننا بنعيش في زمن المقارنات. كل يوم بتفتح السوشيال ميديا وتشوف حد راكب عربية فخمة، أو مسافر رحلة، أو لابس براند غالي، وبدون ما تحس تبدأ تسأل نفسك هو أنا ناقصني إيه؟ ليه مش زيه؟ بس الحقيقة إن أغلب الناس دي مش أغنى منك، هم بس بيصرفوا أكتر منك، والصرف الزايد مش دايما معناه سعادة، أحيانا هو محاولة لتعويض فراغ جواهم. هاوسل بيقول إن أكبر خطوة في النضج المالي إنك تعرف إمتى تقول كفاية. القناعة مش إنك ترفض الطموح، لكن إنك تفهم الفرق بين الرغبة والحاجة. اللي محتاجه فعلا هو اللي يخليك مرتاح وهادي. خليني أحكي لك قصة صغيرة بيحكيها الكاتب عن رجل أعمال راجيت جوينكا. كان غني جدا لدرجة إن بيته فيه غرف أكتر من عدد الناس اللي بتعيش فيه، بس رغم كده لما سأل نفسه أنا سعيد، اكتشف إنه عايش دايما في سباق ما بينه وما بين غيره. كل ما يحقق هدف بيحط هدف أكبر، لحد ما قال الجملة دي: كل مرة بوصل لهدف كنت فاكرها هتكون النهاية، لكن طلع إنها بس بداية سباق جديد. القصة دي بتورينا إن الطموح اللي من غير قناعة بيتحول لعبء، لكن لما تبقى راضي بما عندك كل مكسب جديد بيبقى مكافأة مش إثبات. الكاتب بيتكلم عن الادخار مش كعادة مالية، لكن كسلوك نفسي. بيقولك إنك لازم تعتبر الادخار شكل من أشكال الحرية. المال اللي بتوفره هو الأمان اللي بيخليك تختار. يعني إيه؟ يعني لما يكون عندك شوية فلوس مدخرين تقدر تقول لأ لأي حاجة ضد قيمك أو راحتك. تقدر تغير شغلك، ترتاح شوية، تبدأ مشروع، لأنك مش مرعوب من بكرة. الحرية الحقيقية مش إنك تشتري اللي عايزه، لكن إنك تكون قادر تقول مش محتاج. وفي نقطة تانية مهمة جدا، الادخار مش محتاج مرتب ضخم. هاوسل بيقولك ببساطة الادخار السلوك مش نتيجة الدخل. في ناس مرتباتها ضخمة بس مش معاهم جنيه في آخر الشهر،
وفي ناس عادية جدا لكن معاهم أمان مالي مدهش. ليه؟ لأنهم عرفوا يسيطروا على رغبتهم في المزيد. الكاتب بيشبه الادخار بأنه زرع شجرة، كل يوم تحط بذرة صغيرة وفي يوم من الأيام تلاقي نفسك قاعد في ظلها. مش لازم تبدأ بمبلغ كبير، بس لازم تبدأ بعقلية هادية وصبورة. وفي النهاية الكاتب بيفكرنا بحاجة جميلة جدا. القناعة مش إنك ترفض الغنى، لكن إن الغنى ما يملكش قلبك. الفلوس في جيبك مفيدة، لكن لما تدخل قلبك بتفقد قيمتها. خلي الفلوس وسيلة مش غاية، وافتكر دايما إن السعادة مش في اللي تمتلكه، لكن في طريقتك في النظر للي عندك. الجزء الرابع، الوقت هو الثروة الحقيقية. في ناس كتير بتجري ورا الفلوس طول حياتها، لكن قليل جدا اللي يفهم إن الوقت هو العملة الحقيقية. الكاتب بيقول: الثروة الحقيقية هي القدرة على التحكم في وقتك. يعني إيه؟ يعني لما يكون عندك حرية تختار تعمل إيه ومتى ومع مين، ساعتها بس تقدر تقول إنك غني. الناس دايما بتقيس النجاح بالأرقام، كم بتكسب، كم وفرت، كم استثمرت، بس مفيش حد بيسأل نفسه: هو أنا عندي وقت أعيش؟ وقت أتنفس؟ وقت أرتاح؟ هاوسل بيحكي لنا عن ناس اشتغلوا طول حياتهم، حققوا ثروات مهولة، بس لما كبروا اكتشفوا بأنهم ضيعوا سنين عمرهم في سباق ملوش نهاية. مفيش حد يفتخر إنه صرف عمره كله في جمع المال، لكن الكل يندم لما يحس إن الوقت ضاع. الفلوس ممكن تشتري حاجات مادية، لكنها عمرها ما هتشتري وقت راح منك. وده اللي بيخلي الكاتب يقول إن الحرية الزمنية أهم من أي نوع تاني من الثراء. يعني إيه حرية زمنية؟ يعني تكون صاحب قرارك، تختار تمشي على مهلك، تشتغل وقت ما تكون عايز، وتقضي وقت مع اللي بتحبهم من غير ما تحس بالذنب. دي اللحظات اللي بنكتشف فيها إن الثراء الحقيقي مش في الحساب البنكي، لكن في الهدوء النفسي. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. في ناس بتفتكر إن الغنى يعني ما تبصش في الأسعار، لكن الحقيقة إن الغنى الحقيقي إنك ما تبقاش عبد للساعة، إنك تصحى الصبح مش مضغوط ولا قلقان من فاتورة ولا خايف من بكرة. الكاتب بيقول: المال ليه قيمة فقط لما يسمح ليك تعيش على طريقتك. يعني إيه؟ يعني لو جمعت ملايين الجنيهات بس حياتك كلها قلق وتوتر وشغل بلا توقف، يبقى أنت فقير بطريقة تانية، فقير في الوقت وفقير في السلام. والمثير في الكتاب إن هاوسل بيشوف إن الحرية مش مجرد حلم، هي هدف مالي حقيقي لازم تخطط له. مش لازم تبقى مليونير علشان تعيش مرتاح، لكن لازم تعرف حدود الكفاية بالنسبة لك. اسأل نفسك: إيه أكتر حاجة محتاجها فعلا علشان تبقى راضي؟ ممكن تكون مش فلوس، ممكن تكون راحة أو وقت أو لحظة صدق مع نفسك. الكاتب بيحكي لنا عن راجل غني جدا، سألوه: قد إيه محتاج فلوس عشان تحس إنك خلاص؟ رد وقال: شوية كمان. الجملة دي بسيطة بس مرعبة، لأنها بتكشف إن اللي مش راضي عمره ما هيشبع مهما كان عنده. لو ما كنتش راضي وإنت بتبدأ، مش هتكون راضي لما توصل. عشان كده أول خطوة في الحرية الحقيقية إنك تعرف توقف، تقول لنفسك كفاية. مش كسل ولا تراجع، لكن حفاظ على روحك من إنها تضيع في دوامة المزيد. وفي نهاية الجزء ده الكاتب بيسيبنا مع تأمل جميل. المال يمنحك خيارات، لكنه لا يمنحك المعنى. المعنى هو اللي بتصنعه لما تستخدم الفلوس في حاجات ليها قيمة، في وقت مع عيلتك، في شغفك، في راحة بالك، مش بس في تجميع الأرقام. الوقت اللي بتقضيه مع نفسك هو أكتر استثمار صادق ممكن تعمله. الجزء الخامس، المشاعر والقرارات المالية، لما الخوف والطمع يتحكموا فينا. احنا كبشر مش آلات، ومهما حاولنا نقنع نفسنا إننا منطقيين، الحقيقة إن أغلب قراراتنا المالية مبنية على مشاعرنا مش أرقامنا. الكاتب بيقول
المال لا يدار بالذكاء بل بالتصرف. يعني ممكن تبقى فاهم في الاستثمار وعارف كل القواعد المالية، بس لما يجي وقت الجد الخوف أو الطمع يغيروا كل حاجة. خليني أقول لك مثال بسيط جدا. لما السوق ينزل الناس بتخاف وتبيع بسرعة، مع إن المنطق يقول العكس، دي فرص للشراء مش للهروب. بس وقتها العاطفة بتغلب المنطق. الخوف بيخليك تشوف الخطر في كل مكان، والطمع بيخليك تشوف المكسب السريع في أي مغامرة. هاوسل بيقولك إن السيطرة على المشاعر هي أهم مهارة ممكن تتعلمها في عالم المال. المستثمر الناجح مش اللي عنده معلومات أكتر، لكنه اللي عنده أعصاب أهدى. الكاتب بيحذر كمان من حاجة اسمها وهم الثقة الزايدة، ودي بتحصل لما تحس إنك فهمت السوق خلاص وتبدأ تاخد قرارات أكبر من طاقتك. تفتكر إنك مش ممكن تغلط وتنسى إن السوق نفسه ممكن يعاقبك في أي لحظة. الكاتب بيقول أسوأ حاجة ممكن تحصل لأي مستثمر هي النجاح المبكر، لأنها بتخليه ينسى قيمة الحذر. يعني أول مرة تكسب فيها بسهولة ممكن دي تكون بداية سقوطك لو افتكرت إن ده الطبيعي. ومن النقاط الجميلة في الكتاب فكرة إن المال مش اختبار ذكاء، لكنه اختبار سلوك. إزاي تتصرف لما الأمور تتقلب، إزاي تفضل ثابت حتى لو حواليك فوضى. ده هو الفرق بين اللي بيكسب على المدى البعيد واللي بيكسب مرة ويخسر بعدها كل حاجة. هاوسل بيقولك إن أعظم سر للنجاح المالي هو الاستمرارية. مش المهم تعمل القرار الصح مرة، لكن المهم ما تعملش القرار الغلط كتير. وفي نقطة تانية نفسية جدا، الناس دايما بتحكم على نفسها بسرعة. لو خسرت شوية فلوس تقول أنا فاشل، ولو كسبت شوية تقول أنا عبقري. لكن الحقيقة إن السوق مش بيقيسك، السوق بس بيختبر صبرك. الكاتب بيقول إن النجاح في المال بيجي من إنك تتعامل مع الخسارة كجزء طبيعي مش كإهانة. في الاستثمار الخسارة مش خطأ، الخوف منها هو الخطأ. الخسارة جزء من اللعبة، واللي بيقدر يتقبلها بهدوء هو اللي بيكسب في النهاية. وفي نهاية الجزء ده الكاتب بيقول جملة تلخص كل حاجة: العقل بيحسب لكن القلب هو اللي بيقرر. يعني لازم تتعلم توازن بين الاتنين، تسمع لعقلك لما الخوف يزيد وتسمع لقلبك لما الأرقام تبرد. الفلوس محتاجة عقل هادي مش أعصاب متوترة. الجزء السادس، المعنى الحقيقي للمال لما تفهم هو ليه موجود أصلاً. في آخر صفحات كتاب سيكولوجية المال، مورجان هاوسل بيقول لك حاجة بسيطة جدا لكنها أعمق من ما تتخيل. بيقول لك المال مش هدف، المال وسيلة، وسيلة تخليك تختار تعيش على مزاجك وتقول لأ وقت ما تحب، مش علشان تبقى أغنى لكن علشان تبقى أهدى. الكاتب بيأكد إن الهدف مش إنك تبقى عندك أكتر، لكن تبقى عندك حرية أكتر. حرية إنك تصحى الصبح وتعمل اللي بتحبه، حرية إنك تقضي وقتك مع اللي بتحبهم، حرية إنك تختار وتتحكم في وقتك بدل ما يتحكم فيك. هاوسل بيقول المال الحقيقي مش اللي في حسابك، المال الحقيقي هو الوقت اللي تقدر تستخدمه بطريقتك. لكن الغريب إن أغلب الناس بتجري في سباق مش بيخلص. كل شوية يقولك لما أوصل للمبلغ ده هرتاح، وبعدين يوصل وما يرتاحش، لأن الراحة مش في الرقم، الراحة في القناعة. هاوسل بيحكي إن أغنى الناس اللي شافهم مش دايما أكترهم فلوس، لكن أكترهم هدوء وامتنان. بيقول السعادة مش إنك تمتلك كل شيء، السعادة إنك ما تحتاجش كل شيء. وفي جملة عظيمة من الكتاب تحسها كأنها رسالة ختامية لحياتنا كلها. بيقول الثراء الحقيقي لما يكون عندك ما يكفيك وما تبقاش محتاج تثبت لحد إنك ناجح. خد بالك من الجملة دي لأنها بتلخص رحلة ناس كتير. ناس عاشت طول عمرها تكد وتكافح مش علشان تبقى مبسوطة، لكن علشان تبان إنها ناجحة. المال ممكن يشتري الراحة، بس عمره ما هيشتري الاحترام أو الحب أو راحة البال. دول لازم تبنيهم بنفسك. وفي نهاية الكتاب هاوسل بيقولك كأنها نصيحة من أخ كبير، مش مطلوب تبقى عبقري مالي، يكفي تبقى عاقل وتكمل. يعني مش لازم تعمل أحسن استثمار ولا تمشي على كل قاعدة حرفيا، لكن المهم إنك تفضل في اللعبة، تكمل وتتعلم وتستمر من غير ما تستسلم. ولو هتاخد درس واحد بس من الكتاب كله، ادي الفلوس قيمتها الحقيقية بس ما تديهاش أكتر من حجمها. المال مهم، بس أهم منه طريقة تفكيرك تجاهه. لما تفهم نفسيتك هتعرف تتعامل مع الفلوس بحكمة وهدوء، وهتبطل تخليها هي اللي تحركك. وفي النهاية سيكولوجية المال مش كتاب عن الفلوس، هو كتاب عن الحياة، عن الطموح والخوف والأمل والرضا، عن إننا كلنا في الآخر بندور على معنى مش على الرقم في حساب بنكي.
الثراء الحقيقي هو إنك تصحى كل يوم وانت راضي عن اللي عندك وشاكر للي جايلك. وفي نهاية الرحلة دي افتكر دايما إن المال مش هدف، هو وسيلة تعيش بيها حياة فيها حرية وكرامة وراحة بال. مش لازم تبقى أغنى واحد علشان تكون سعيد، لكن لازم تفهم نفسك كويس وتتعلم إمتى تقف وإمتى تكمل وإمتى تقول أنا كده مبسوط. الثراء الحقيقي هو لما يكون عندك وقتك وراحة بالك وضميرك مرتاح. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش بس سمعت ملخص كتاب، أنت أخدت خطوة ناحية وعي مالي ونفسي أعمق. لو حاسس إن الرحلة دي لمستك، شاركها مع اللي بتحبهم، وخلينا نكمل سوا مشوارنا مع الكتب اللي بتغير حياتنا هنا في الكتاب في كبسولة.